تخيل معي كده، واحد صاحبك اسمه أحمد ده بقاله سنين شغال في شركة، مرتبه على قده، شغله روتيني وممل، وبيشتكي كل يوم إنه مش طايق حياته. كل اللي حوالينه بيقولوا له: يا أحمد، في شركة تانية بتعرض عليك مرتب أحسن بكتير ومسؤوليات أكتر، هتعلمك وشغل جديد مختلف. والفرصة دي كانت بتجيله كل فترة، بس أحمد كان دايما بيرفض. كان بيقول: أنا هنا مستقر وعارف كل حاجة عن الشغل وكل الناس هنا حبايبي. وفي مرة الشركة اللي كان شغال فيها عملت تسريح للعمالة، وأحمد كان من ضمن اللي مشيوا. الدنيا اتقلبت فوق دماغه، بقى قاعد في البيت ندمان على كل فرصة ضيعها، وكل لحظة خوف منعته ياخد خطوة لقدام. دلوقتي هو مجبر على التغيير، مجبر إنه يدور على شغل جديد ويدخل في تحديات كان ممكن يستعد لها من زمان. القصة دي مش قصة أحمد بس، دي قصة كل واحد فينا شاف فرصة تغيير لحياة أفضل، بس الخوف كان أقوى. السؤال اللي بيطرح نفسه: ليه بنخاف من التغيير حتى لو كنا عارفين ومتأكدين إنه الأحسن لينا؟ إيه اللي بيخلينا نفضل في منطقة الراحة حتى لو كانت منطقة تعب؟ ده اللي هنكتشفه سوا في فيديو النهاردة. يلا بينا. الخوف من المجهول أول وأكبر سبب بيخلينا نخاف من التغيير هو الخوف من المجهول. الإنسان بطبعه بيحب الأمان والاستقرار، المخ بتاعنا متبرمج يحمينا، وأي حاجة مش معروفة أو مش متوقعة المخ بيصنفها كخطر محتمل. أنت متعود على روتين معين، عارف كل خطوة بتعملها، حتى لو الروتين ده ممل أو مش مريح، على الأقل أنت عارف آخره إيه. لكن لما تيجي قدامك فرصة تغيير، مثلا وظيفة جديدة، مكان سكن جديد، علاقة جديدة، مشروع خاص، دماغك على طول بتشتغل وتيجي تقولك: طيب وإيه اللي يضمن لك؟ طيب لو فشلت؟ طيب لو طلع أسوأ من اللي انت فيه؟ الأسئلة دي كلها بتولد إحساس بالقلق وعدم اليقين، فبتخليك تفضل في مربعك القديم حتى لو كان مربع مش مريح. الخوف من الفشل أو الخسارة تاني نقطة مهمة جدا، هي الخوف من الفشل أو الخسارة. التغيير دايما بيجي معاه احتمالية إن الموضوع ما يكملش زي ما أنت عاوز، أو إنك تخسر حاجات كنت بتعملها. ممكن تخسر وقت، فلوس، أو مجهود، أو حتى وضع اجتماعي كنت فيه. فكرة إنك تبدأ حاجة من الصفر أو إنك تغامر بكل اللي عندك عشان توصل لحاجة أحسن بتخوف ناس كتير. الخوف من إنك تبذل مجهود وتطلع النتيجة مش مرضية، أو إن الناس تشوفك فشل، ده بيخليك تتراجع وتقول: يا عم بلاش وجع دماغ، خليني في اللي أنا فيه أحسن. مع إن أحيانا كتير التجربة نفسها مكسب، والتعلم من الفشل ده هو طريق النجاح. لو الكلام اللي بنقوله ده لمس فيك حاجة أو خلاك تفكر بشكل مختلف، ما تنساش تدعمنا بلايك. يا ريت تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس اللي ممكن تستفيد منه. ولو لسه ما اشتركتش في القناة، دي فرصتك، دوس على زر الاشتراك وفعل الجرس عشان توصل لك كل فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. دعمكم بيفرق معانا جدا وبيخلينا نكمل ونقدم لكم محتوى أفضل. التعلق بمنطقة الراحة. نيجي للسبب الثالث وهو التعلق بمنطقة الراحة. كتير بنسمع الجملة دي: منطقة الراحة دي مش لازم تكون مريحة بجد، ممكن تكون مؤلمة أو فيها إرهاق، بس على الأقل أنت متعود عليها، عارف النظام بتاعها. المخ البشري بيميل إنه يوفر الطاقة، والخروج من منطقة الراحة بيتطلب مجهود ذهني وبدني كبير. لازم تفكر من أول وجديد، تتعلم حاجات جديدة، تقابل ناس جديدة، وده كله بيستهلك طاقة. فالمخ بيجي يقولك: ليه تتعب نفسك وتخرج من منطقة الأمان دي؟ خليك هنا أحسن، الدنيا ماشية. والمشكلة إن التعود ده ممكن يوصل لمرحلة الإدمان، إدمان الروتين، حتى لو الروتين ده بيختلق بالبطيء. ضغط المجتمع وتوقعات الآخرين. السبب الرابع هو ضغط المجتمع وتوقعات الآخرين. أحيانا كتير بنبقى عارفين إننا محتاجين نغير حاجة في حياتنا، بس بنخاف من ردة فعل الناس اللي حوالينا. يا ترى أهلي هيقولوا إيه؟ صحابي هينتقدوني؟ الناس هتبصلي إزاي لو سبت شغل المضمون ده وبدأت مشروع الخاص؟ الخوف من حكم الآخرين أو إننا نطلع مش على قد التوقعات بيشل قدرتنا على اتخاذ القرارات الجريئة. المجتمع ساعات بيحب الروتين والثبات، وأي حد بيطلع برا الصندوق ده بيواجه مقاومة أو نقد. لكن لازم نفكر: هل أنا عايش عشان أرضي الناس ولا عشان أعيش حياتي بالطريقة اللي أنا عايزها؟
وأحقق فيها اللي أنا مؤمن بيه. كيف نتغلب على الخوف من التغيير؟ طيب طالما عرفنا الأسباب، إزاي بقى نتغلب على الخوف ده ونخلي التغيير لصالحنا؟ في كام خطوة بسيطة ومهمة. واحد، ابدأ بخطوات صغيرة. مش لازم التغيير يكون قفزة كبيرة، ابدأ بخطوات صغيرة ومحسوبة. عايز تغير شكلك؟ ابدأ بتطوير مهارة جديدة أو بإنشاء شبكة علاقات في المجال الجديد. الخطوات الصغيرة دي تكسر حاجز الخوف، تديك ثقة. اتنين، تعلم من الفشل. غير نظرتك للفشل. الفشل مش نهاية الطريق، هو محطة بتتعلم منها. كل تجربة فاشلة بتخليك أقوى وأذكى للمرة اللي بعدها. تلاتة، جهز نفسك لأسوأ الاحتمالات. فكر في أسوأ حاجة ممكن تحصل لو غيرت. غالبا هتلاقي إن أسوأ الاحتمالات مش بالسوء اللي أنت متخيله، ودايما في خطة بديلة. ده بيقلل القلق. أربعة، ركز على المكاسب. بدل ما تركز على اللي ممكن تخسره، ركز على كل المكاسب اللي ممكن تحصل عليها من التغيير ده: الحرية، النجاح، التعلم، السعادة. خمسة، اطلب الدعم. تكلم مع ناس سبقوك في التغيير أو مع أصدقاء وعائلة بيدعموك. وجود حد جنبك يفرق كتير. التغيير سنة الحياة، كل حاجة حوالينا بتتغير، والخوف منه هو اللي بيخلينا نفضل واقفين مكاننا أو حتى نرجع لورا، في حين إن الحياة بتجري لقدام. افتكر دايما إن الخوف ده مجرد إحساس مش حقيقة، وإنت اللي بتقرر لو هتسمح له يتحكم فيك ولا هتقرر إنك تاخد زمام المبادرة وتعيش الحياة اللي بتتمناها. فكر في التغيير اللي نفسك تعمله. إيه الخطوة الصغيرة اللي هتاخدها النهاردة عشان تبدأ؟ سيب لنا في التعليقات إيه أكبر تغيير نفسك تعمله، وإيه اللي بيخليك تخاف منه. ولو لسه ما وصلتش لحد هنا من غير ما تعمل لايك، يبقى الفيديو عجبك بجد. يلا دوس لايك دلوقتي، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تشوف فيديوهاتنا الجاية اللي هتغير طريقة تفكيرك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.